السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم اخواني؟ بصراحة اصدقائي في فيديو اليوم والله كلام مش كلام يرضي الجماهير العرباوية، لكن الحمد لله على كل حال، قدر الله وما شاء فعل يا اخوان. قبل ما ندخل بالتفاصيل همتكم على زر اللايك والاشتراك بالقناة ونكسب اجر الصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام بالتعليقات. صراحة اخوان اليوم مواجهة مهمة ومصيرية للنادي العربي أمام نادي الخور من أجل 3 نقاط مهمة كفيلة أنها تعيد العربي إلى أجواء الدوري، إلى أجواء المنافسة، لأنه اليوم أنت خسارتك ل3 نقاط تعني بقائك بمراكز الهبوط، تعني ابتعادك عن المنافسة. والله يا أخواني الصراحة راح يترتب عليها أمور كثيرة إن كان للعربي أو للخور. المباراة وجب التذكير والتنويه، تلعب اليوم الساعة 6 مساء أصدقائي. ماني مستبشر بالخير نهائيا. اليوم أنا ما أتكلم إنه من فراغ، جايب لك إنه كلام، حكي، أدلة، إثباتات. اليوم النادي العربي مثقل بالغيابات وغيابات، صراحة أخوان هناك أسباب منطقية وهناك أسباب والله يا أخوان صراحة تدفعك للضحك والسخرية منها. نبدأ من يوسف المساكني الذي يغيب للإصابة أخواني. ما أعرف موضوع هذا عن الطاقم الطبي في النادي، بالإضافة للمفاجئة والخبر المؤسف والحزين لنادي العربي، وهي إصابة نجم المنتخب الأردني ونادي العربي حاليا يزن انعامات وغيابه لقرابة 4 مباريات. سيغيب عن مباراة الخور اليوم وعن مباراة الأهلي والريان والشمال، وسيعود ويحضر إن شاء الله بعد تيسير الأمور في مباراة قطر. وهيك كذا نكون فقدنا هذه الصفقة 4 مباريات، لم نستفد منها. لم صراحة سوى هيك صورة بروفايل النادي العربي متعاقد مع يزن انعامات فقط لا غير. يشوفوا على الدكة فقط في 4 مباريات ونواصل هدر ونصف النقاط. عندما يعود يزن انعامات بعد 4 مباريات ويسجل لنا الأهداف، راح نكون في مراكز أخيرة بترتيب الدوري. ما راح نستفيد من يزن شيء، ننافس على المراكز المتوسطة. بالإضافة لويس مارتن الوافد الجديد يغيب لقرار انضباطي يا إخواني. ما أعرف ما في أي توضيح. هذه سوء أنا مصادر مقربة من النادي تكلمت هكذا أصدقائي. بالإضافة للطامة الكبرى غياب العقيل عمر السومة بقرار فني. لك اتق الله، لك وحد الله، لك خلاص لا تراعي الشعور. سوى الجماهير الحظر على المدرجات، اللي خلف الشاشات لا ترحمونه، لكن الحظر على المدرجات هي الإصابات ومثقل بالغيابات، وجد كله عن قرار فني. صراحة أخواني لو استمرت هذه المهزلة اليوم وكان رضيان فيه الجمهور بهذا القرار الفني وهذا الغياب، خلاص ما في عتب على الخسارة، ما في لوم، لأنه هذا يكون المصير اللي اختاروه. لكن إذا سكتوا على هذا الشيء، حتى لو كان قرار مدرب، حتى لو كان قرار إداري، حتى لو كان، لكن اليوم الضرورات تبيح المحظورات. اليوم أنت في مواجهة مهمة، أنت حدد مصيرك في الدوري. أنت عارف اليوم الجولة أصدقائي الجولة الرابعة وما عندك غير نقطتين من أصل 12 نقطة. طب متى بدك تنافس؟ الفرق عم تبتعد بالمنافسة. صراحة والله يا أخوان تشكيلة العرب اليوم سيترتب عليها قرارات كثيرة، إن كان بخصوص اللاعبين المصابين تأكد إصابتهم، وبخصوص لويس مارتن قرار انضباطي ما نعرف قديش يمتد هذا القرار. مباراة مباراتين 3 والله ما شاء الله السد حيل ما عمل قرارات انضباطية هكذا. طب من البداية تعرف اللاعب مش منضبط، ليش تعاقد معه؟ والآن تتكلمني عن نجم الفريق الأول خلاص يغيب بداعي قرار فني. طب انت ايش مستفيد الآن؟ ما انت راح تدفع العقد ويزن انعامات مش راح يلعب واغلب مهاجمين غائبين، وليش تحط العقيد على الدكة وهو اللي لازم انه ينزل اساسي مع الفريق. صراحة يا اخوان هذه مهزلة وما تبنوا انه الجمهور يسكت عليها. اليوم ننتظر التشكيل ان شاء الله قبل المباراة بساعة او 3/4 ساعة لنرى ما هو مصير هذه الأسماء هؤلاء اللاعبين. انت ناوي تدخل بأحمد علاء ومحمد علاء، هنيئا للخور الفوز سلف ان شاء الله، ويستاهلون ان شاء الله رفاق ايمن حسين ابو طبر ال3 نقاط يا اخوان. انه والله اقسم بالله النادي العربي بهكذا قرارات، بهكذا شغلات غريبة، خلاص ايش نافع انت دافع عقد السومة كامل وحطوا على المدرجات؟ ما انت الخاسر الوحيد والخاسر الاكبر. خلاص منه عمل بروح تكتيكية، بروح رياضية. نتمنى انه محافظة على مصلحة هذا النادي وهذا الكيان. لكن حارتك الجمهور سلف إذا كان هذه القرارات والتمسك بها. لا تبخل علينا باللايك والاشتراك بالقناة صديقي. شاركونا آراءكم وتوقعاتكم نتيجة المباراة، ولكم منا كل المحبة والاحترام والتقدير.